بسم الله. وأول حاجة أحب أبدأ بيها الصلاة على سيدنا محمد. وما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب واشتركوا في القناة. ويلا فعلوا رمز الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وعيلتنا تكبر. ليه كل ده يا بابا؟ هو كل شوية خناق خناق؟ يا بنتي خلاص أنا تعبت. انتي ما بقيتيش صغيرة. أنا كل ده مستحمل عشانك انتي وأخوكي، وبرضه مفيش فايدة. كل خناقاتكم يا بابا بسبب عمته دي. أنا خلاص بكرهها. عيب يا رانيا، ما تقوليش كده على عمتك. عمتك بتحبكوا قوي، بس منها لله امك بقى. هي اللي كرهتك فيها من وانت صغيره. كنت بترفضي على طول تكلميها. من فضلك يا بابا بلاش تتكلم على ماما كده. وخلاص يا سيدي، هي سابت لك البيت وراحت بيت جده، وانا جايه معاك عشان خاطر انت ما تزعلش. وحشتني يا حسن يا اخويا. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت اللي وحشتيني. انت عامله ايه انت وجوزك؟ وحشني هو كمان. هو فين؟ الحمد لله يا حسن. انت عارف، هو ما قدرش ينزل معانا عشان خاطر شغل. ازيك يا رانيا؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني. ورامي فين؟ ما جاش معاكوا ليه؟ الحمد لله، انا كويسه. ورامي راح مع ماما اصل رامي راح يوصل مامته عند باباها. اصل باباها تعبان شويه، عشان كده الاتنين ما جوش معانا. اه. لا الف سلامه يا حسن. طب ما قلتش ليه؟ كنت رحت وكلمته واطمنت على عمي. ده غالي عليا قوي. انا بكره ان شاء الله هكلمهم واروح لهم اطمن عليه. خدي يا حبيبتي، دي حاجه بسيطه. ايه ده يا حسن؟ الله، ايه الغوايش التحفة دي؟ ليه بس كده يا حسن؟ كل ده ليا؟ ما يجيش من بعد خيرك يا حبيبتي. وبعدين انت ناسه ان انت بعتي دهبك عشاني؟ ده دين عليا وفي رقبتي. ما تقولش كده يا حبيبي. بص انا هقبل الغوايش دي، بس مش ليا. انا هديها الرانيا لحبيبتي الصغنونة. ايه؟ ليه انا يا عمته؟ طبعا يا روح عمته. هو في حد عندي اغلى منك؟ مش معقول يا عمته، دول حلوين قوي. رانيا يا حبيبتي، ده حقك. مش معقول كده، وانا بردهولك ليك انتي. ومن امتى في حاجة اسمها حق ما بيننا يا حسن؟ احنا اخوات وملناش غير بعض. ولو هتتكلم على الحق يبقى كل ده بتاعك انت. انت اللي ربيتني وكبرتني، وكنت احن عليا من نفسي. مفيش حاجة اسمها الكلام ده ما بيننا. انت اخويا وحبيبي. مالك يا رني؟ من ساعة ما نزلنا من عند عمتك وانت ساكنة وما بتتكلميش. انا ما بقتش فاهمة حاجة يا بابا. انا بقيت متلخبطة. ازاي عمته تديني دهبها وانت بتقول ان ده حقها؟ بص يا رانيا، من زمان ومن قبل ما اتجوز مامتك اتزنقت، وكنت عايز اجل الفرح. وجت عمتك وادتني دهبها وصممت ان انا ابيعه عشان اتجوز، وحاجات تانية كتير. بس مامتك للاسف مش بتحبها، مع ان عمتك عمرها ما قالت كلمة وحشة عليها. وحتى جدك يا ستي بيحبها قوي، ومش عاجبه تصرفات مامتك. بس للاسف مامتك زرعت فيكوا كره عمتك. بس رغم كل ده انا عندي امل انك تحاولي تفهميها صح. اسمعي يا احلام، دي اخر مره اسمح لك انك تغلطي او تدخلي بيني وبين اختي. واللي خلاني ارجعك هي اختي بعد ما عرفت انك غضبانه. انت رايحه فين يا رانيا؟ ايه، ما عندكيش دروس النهارده؟ انا رايحه لعمته يا ماما. هنتغدى النهارده انا وهي مع بعض. هو ايه الحكايه بقى؟ انا ملاحظه ان مروحك لعمتك ده بقى كتير قوي. من فضلك يا ماما، انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. بقى كده يا رانيا؟ هي عمتك قلبتك عليا؟ ماما، انت امي وهتفضلي امي. انا بحبك قوي، بس اللي اكتشفته ان عمته كانت مظلومه، وان هي بتحبنا قوي. وحضرتك كنت بتحاولي على طول تبيننا ان هي وحشه. لكن انا اكتشفت الحقيقه. مش معنى ان حضرتك مش بتحبيها يبقى تكرهينا فيها. وخلاص يا ماما، انا قررت ان انا هدخل كليه الطب عشان اطلع زي عمته رانيا ورامي كمان.
قرر انه ما يخلص هيسافر لعمته، وهي وعدته ان هي هتشغله مع جوزها. ولو سمحت يا ماما، حاولي تفتحي قلبك لعمته، صدقيني هتحبيها قوي اما تعرفيها اكتر. ولكل زوجة، ما تحاوليش تكرهي عيالك في اهل جوزك، لانهم صلة رحم معاهم واقرب حد ليهم. يعني العمة زي الام، وكمان العم زي الاب. وبكده خلصت قصتنا، بس لسه حكايتنا ما انتهتش. استنوني في قصة جديدة. بحبكوا قوي.